يا اهلا وسهلا. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده معانا برضو فيديو جديد عن التحويش، وان شاء الله هيعجبكم، وان شاء الله هتستفادوا منه كتير. احنا اتكلمنا في فيديوهين قبل كده، وفي فيديوهات عندي على القناه من زمان برضو فيها حاجات كتير للتوفير. اللي عايز ياخد له لفه في القناه كده ان شاء الله هتعجبه. عندنا هنا بقى حاجات تانية، يعني انا في حاجات عشان افكر الناس بيها، او الناس اللي لسه داخله جديد في القناه. اهلا وسهلا بيكم، نورتوني. والناس اللي معايا من زمان اكيد عارفين، يعني احنا اتكلمنا في حاجات، وهحب اذكر وهحب اضيف حاجات جديدة عليها. خلاص. عندنا حاجات للتوفير من ميزانية البيت او من مصروف البيت. تقدري تشتري دهب، تشتري كل اللي نفسك فيه، تجددي لك حاجة في البيت، عايزة اي حاجة. ان شاء الله مش هتطلعي من القناة هنا او تطلعي من الفيديو غير انت وانتي مستفادة، وانتي بجد واصلة الحل يخليكي تقدري تحوشي. خلاص. احنا اتكلمنا قبل كده في فيديوهين قبل كده، او في فيديوهات كتير عامة، ان انتي قبل ما تحوشي لازم يكون عندك هدف للتحويش. ده اساسي. يعني انت عندك هدف للتحويش هتعرفي تحوشي. ما عندكيش هدف، والله لو لميتي مال قارون زي ما بيقولوا هتصرفي. خلاص. عندنا ايه بقى هنا المرة دي؟ انا مثلا باخد 2000 جنيه شهريا، همشي نفسي عن ان هما 1800 جنيه، هاخد 10%، هدخل بجمعية. دي للستات اللي تقدر يعني تدبر نفسها وتمسك نفسها شوية، يعني اللي مش عايزة توفر بقى فضة، ومش عايزة توفر في الحاجات وفي السوق، ومش بتعرف عامة. خلاص، تبقى انا اول ما الفلوس امسكها في ايدي ال2000 جنيه، اعمل حسابي ان انا هوفر ال200 جنيه دول في حاجات احنا اتكلمنا عنها في فيديوهات تانية، وهتكلم في قبل كده، وهتكلم عنها في الفيديو ده. تاخدي لك 200 جنيه على حسب الميزانية. كل 1000 هتاخدي منها 100، تاخدي 3000 هتاخدي 300، تاخدي 4000 هتاخدي 400، تاخدي 5000 هتاخدي 500، وتمشي حالك على بقية الايه، الفلوس. تعتبري الفلوس دي اصلا ما جاتش. يا اما لو في جارة ليكي بتعمل جمعية، حد جنبك في العمارة، جنبك في الشارع، فانتي بتدخلي الجمعية بال 200 جنيه شهريا، او بال 300 او بال 500 على حسب. طب يا أميرة، أنا مش عايزة أعرف حد خالص. بصي يا حبيبة قلبي، انتي ال200 جنيه دول هتاخديهم وتحطيهم في حصالة كل شهر، ويا إما تطلعيها على آخر السنة هيكون معاكي مبلغ محترم، يا إما كل ما تلميلك مثلا 1000 جنيه تعملي لك حساب في البوسطة، أو على فودافون كاش، أو في أي مكان، وتحطي فيه الإيه، المبلغ اللي انتي لميتيه، أيا يكن إيه المبلغ. ماشي. فدي أول حاجة. تبقى عندنا خصم 10% من ميزانية البيت. ده للتوفير. انا بتكلم دلوقتي على الستات اللي قالت لي طب احنا مش بنعرف نوفر، طب احنا مش هنعرف نعمل كذا، غصب عننا الفلوس بتتصرف، ما بنعرفش نرجع بالفلوس اللي هي باقيه من الاسعار دي من السوق، فاعمل ايه؟ فانتي مش هتعرفي تملكي نفسك ومش عارفه. خلاص، انتي اول ما تاخدي المصروف ايه، بتشيلي منه ال10%. عندنا ايه تاني؟ لما نيجي نعمل اكل الاسبوع، نيجي نعمل اكل، هنعمل ايه؟ انا مثلا النهارده عامله بسله، عامله اي اكل، بطاطس، صينيه بطاطس. فانا قبل ما اسقي الاكل واحط الاكل ناكل في علبه بلاستيك صغيره، واشيل طبق طبق واحطه في الفريزر يبرد، وادخله الفريزر بس، ونكمل الاكله وناكل على كده. خلاص. لان لو بقي لتاني يوم اولادك مش هياكلوا، عايزين حاجه جديده. فانا من كل اكله انا بعملها اشيل طبق قبل ما ناكل، قبل ما اغرف. انا عارفه ان هو هيبقى مثلا بنظري كده، عارفه ان في طبق طبيخ هيبقى، طبق محشي هيبقى، طبق اي حاجه هتبقى، اروح شايلاه وهو لسه طازه، ما اتعكش فيه زي ما بنقول، او ما اتاكلش منه، ونحطه فين؟ يبرد وندخل الفريزر.
هيجي لك يوم في الاسبوع لو انت بتاخدي الميزانيه يوميه، لان في ناس بتاخد يوميه، عندك يوم مثلا انت بتاخدي يعني مثلا 100 جنيه، في ناس بتاخد 200، في ناس بتاخد 300. طيب انا عملت بانيه وبقي مني مثلا، انا عامله البانيه بزياده، هاخد منه حتتين مستويين في علبه برضو اسمها علبه الطوارئ، بتحطيها في الفريزر، او بواقي الاكل، يعني علب بواقي الاكل او زياده الاكل او على حسب ما اسميها. علبه تبقى للحوم وعلبه للايه، للاكل للطبيخ والايه والحاجات الباقيه. طيب هنعمل ايه يا اميره بالحاجات دي؟ انت يا حبيبه قلبي انت عايزه توفري وفي نفس الوقت ما تهدريش اكل مش بكتره، خلاص. فانت هتعملي ايه؟ العلب دي انا حطيت مثلا قطعتين بانيه النهارده وانا بطبخ، عامله مثلا كبد وقوانص، عامله كفته، عامله اي حاجه فيها لحوم، عامله لحمه حمرا، عامله لحمه بلدي يعني المقتدر يعني عامله لحمه بلدي. المهم اشيل قطعتين في علبه او في كيس تخزين في الفريزر. عندك مثلا جايبه لحمه مفرومه، اشيل منها مثلا قيمه معلقه نيه، ماشي، او لو معصجوها شيلي معلقه، مش هتعمل حاجه في الاكله، مش هتفرق، وفي نفس الوقت انت بترميها في الفريزر. مره تانية بتشيلي برضو عليها معلقه، مره ثالثه بتشيلي عليها معلقه. يجي في يوم انت عايزه تعملي مكرونه بشاميل وانت عارفه انت عايزه مالك ربع كيلو لحمه او نص كيلو لحمه او على حسب ما انت بتستخدمي اللحمه فيها. فانا فلوس اللحمه يعني انا من المعلقه اللي بشيلها كل ما باجي اعمل هلاقي نفسي موفره تمن وجبه. فاليوم ده هشيل فلوسه او اشيل فلوس اللحمه واحطها فين؟ في الحصاله. وفرت انا كده ولا ما وفرتش؟ طب والاكل اللي احنا بنشيله ده يا اميره، برضو في يوم في الاسبوع هتطلعي كل اللي انت عايناه في الفريزر ده، هيكون بقى ايه؟ مش في دماغهم ان ده في الفريزر. حاجات بقى تشكيله كبيره، يعني في طبق محشي، في قطعتين بانيه، في قطعه لحمه، في مثلا صدر فرخه ورك فرخه باقي. اللي عايز حاجه من ده كله هياكل، وبتبقى يوم والله العظيم ما في زيه بتبقى جميع الاصناف موجوده، فبتبقى قايمه اليوم، اللي عايز سمك بيلاقي، اللي عايز لحمه بيلاقي، اللي عايز اي حاجه بيلاقي. يعني انت مثلا جايبه كيلو سمك وانت عارفه ان انت بتاكلي مثلا هو 4 مشط او 4 حتت تونه او ايا يكن نوع السمك اللي انت بتجيبيه، فانت عارفه اللي هيبقى منه مشط، بدل ما تسيبيه مطبوخ او مشوي او مقلي او معمول فيه صلصه، كده كده هيترمي، ولو دخل الفريزر ورجعتي تسخنيه بيتهري، طعمه بتبقى مش زي الطازه. فانا اشيله ني مش السمك او التونه او ايا يكن اللي انت بتجيبيه من الاسماك، بتشيلي منه واحده بس، واحده، حطها في كيس في الفريزر، كل ما تجيبي اسبوع 2 3 وتشيلي وتحطي في الفريزر على لحد ما تكوني عدد الاسره في الكيس اللي في الفريزر ده ني. خلاص، هتيجي في يوم انت بتجيبيه فيه السمك، هتطلعي الكيس ده وتعملي السمك وتوفري فلوسه، تبقى انت وفرتي كده ولا ما وفرتيش؟ طيب ايه تاني يا اميره؟ احنا قلنا هنوفر في ايه؟ في اللحمه المفرومه، هنوفر في الاسماك، قلنا يوم بقى هنوفر فيه المصروف خالص، الاكل اللي هو بقى انا مثلا عامله صينيه بطاطس، اشيل طبق في علبه بلاستيك وادخله الفريزر. بكره هعمل بسله، اشيل طبق وادخله في علبه بلاستيك الفريزر او في كيس تخزين. واجي في يوم انا مش قادره اطبخ، عندي كميه في التلاجة، الرز والحاجات دي كلها ما بتتشالش فانت اعملي على قد بس، هنتكلم على الحاجات اللي احنا نقدر نشيلها. هيجي في يوم مثلا انت لو يعني مش قادره تطبخي، عايزه تشيلي الفلوس بتاعه اليوم ده، سواء انت ماشيه شهريا او اسبوعيا هتوفر معاكي كده كده. فانت بتروحي مطلعه الحاجات اللي انت حطاها دي في التلاجة وتسخنيها، تبقى زي الطازه، وتعملي جنبها شويه رز والف هنا وشفا. خلاص يا حبايب قلبي. تبقى ايه تاني عندنا برضو؟
عندنا ايه تاني يوفر معاكي برضو في ميزانية البيت؟ المخلل. عمل المخلل في البيت. بصي يا حبيبة قلبي، احنا انا عن نفسي كل يوم ب5 جنيه مخلل من بره. مفيش اكل بعرف اكله غير بالمخلل. طيب انا هروح اجيب لي مثلا يا اميره ب100 جنيه حاجات عشان اعمل جرد المخلل؟ لا، من بواقي التلاجة هنعمل مخلل. ازاي يا اميره؟ يعني يا حبيبه قلبي، انتي مثلا جايبه كيلو خيار وفي الاسبوع ده ما اتاكلش ودبل، خلاص انتي مش هتاكليه كده، هيترمي. بقى شويه ميه بملح في برطمان، واجيب الخيار اغسله واقطعه واحطه في المعمل. عندي مخلل خيار، عندي كام جزرايه ندبلو خلاص، ومفيش اكل اعمله بيها، او مش هعمل مثلا حاجه بالجزر في الاسبوع ده او في الوقت ده، اخليهم في شويه ميه وملح، مش هتخسري حاجه. عندي شويه ليمون، الليمون في وقت ما بينزل في الاسعار اعملي لك برطمان كبير. عندنا ايه تاني؟ البتنجان. يعني انا مثلا جايبه 2 كيلو بتنجان او كيلو بتنجان الصغير ده للمحشي، وكنت ناويه الاسبوع ده اعمل محشي واختلفت، او حصل اي ظرف واختلفت، والبتنجان خلاص دبل وبقى شكله كده مش عاطفي، وحاسه مش حابه ان انا اعمله محشي. حبه ميه على النار وسلق البتنجان، وشويه دقه بقى، توم، كزبره، فلفل، ملح، فلفل حراق، دقيه في الهون. صدقيني الدق في الهون ليه طعم غير انت تطحنيه في الكبه خالص. وبتسلقي البتنجان، تعصري على الليمون وتملحيه، تحطي فيه الدقه وتحطيه في التلاجة. يا سلام على طعمه. تبقى انت كده خللتي ولا مخللتيش؟ تبقى عمل المخلل في البيت باستخدام بواقي التلاجة. مش هقولك روحي اشتري مخصوص. خلاص يا حبايب قلبي. عندنا ايه تاني؟ شراء الدهن الحيواني بديل السمنة المهدرجة. في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبهاش، انا بتكلم على الفئة او اللي هيسمعني بيحب الحاجات دي. دهن بتاع اللحوم او بتاع الغنم، اللي هو بتاع الخروف او ايا يكن الذبيحة، بتبقى جميل جدا جدا جدا، وبيدي نكهة وطعم للاكل. يعني اللي مجربه ومتعود عليه ومتربي عليه عارف انا بقول ايه. يا اما سمنة بلدي لو انت في مقدرتك، يا اما دهن حيواني. الدهن الحيواني رخيص وفي نفس الوقت طبيعي، وفي نفس الوقت مش مهدرج، وفي نفس الوقت بيخلي طعم الاكل تحفة. يعني هو زمان كان الاكل بتبقى نفسه عامل ازاي وطعمه عامل ازاي، يعني نقول كان زمان الاكل ليه شمخة وليه ريحة وليه حاجات. ما الناس كان في العيد بتذبح الضحية وتاخد الدهن ده تسليه تحطه على النار كده. انا ست الله يرحمها كنت اشوفها، الله يرحمها، بتحطه على النار في حله وتسيبه يسلي مع نفسه، تحطي فيه ملح تملحه، وبعد كده تفضيه في صفيحه سمنه من الكبيره دي، وتخليه كل ما تيجي تعمل طبيخ بسله، بطاطس، اي طبيخ احمر، بتقلي بقى بمعلقه الدهن دي. مش عايزه اقول لكم الطعم بتبقى عامل ازاي. فبلاش خالص السمنه المهدرجه، كده كده غاليه. يعني انت بتمن علبه سمنه كيلو، ها، هتجيبيلك 2-3 كيلو دهن من عند الجزار، بتقطعيهم قطع وتحطيهم في حله وتوطي النار عليهم خالص، وتسيبيهم على نار هاديه لحد لما تسلي وتنزل كل السمنه اللي فيها. وبعد كده تسيبيها تبرد وتصفيها لو انت مش بتاكلي الحاجات اللي بتبقى باقيه فيها دي، وتفضيها في صفيحه او في علبه او في برطمان ازاز بلاستيك على حسب اللي انت عايزاه، وتحطيها على الرخامه او في التلاجة. وكل ما تيجي تعملي بمعلقه، تاخدي المعلقه على قد الطبخه وتقلبيها، والله العظيم اقسم بالله طعم ولا في الخيال. تبقى ده بنتي وفرنا فيه ولا لا؟ وفر. طيب تفريز البصل والطماطم. انتوا شفتوا السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كان البصل الكيلو ب25 جنيه،
فوقت لما الفلاحين بيزرعوا، وقت ما تبقى وقت الزراعة بتاعة البصل، تبقى البصل هادي. أول ما بيطلع تبقى ب10، قول 2 كيلو ب10، بتبقى ب15، مش بيغلى عن كده. انتي تجيبلك شوية تعمليهم في الكبة وتفرزيهم، بتطلعي تاخدي تكسري الحتة على قد الصلصة بتاعتك وبتطبخي. والطماطم نفس النظام، الكيلو بيوصل ل30 جنيه ما شاء الله، و40 جنيه الله أكبر، يعني أسعار يعني مش عارفة في ايه. فأنا دلوقتي ال3 كيلو ب10، أجيب لي قفص أو أجيب 10 كيلو 15 كيلو على قد استخدامي وعلى قد اللي أنا أقدر أحتاجه أو أقدر أشتريه أصلا، وأعمله صلصة وأسبكه وأحطه في أكياس على قد الطبخة وأحطه فين؟ في الفريزر. يبقى ده برضو توفير التوفير. لو غليت أنا بجيب على قد، مثلا لو هعمل سلطة نص كيلو كيلو، يبقى أنا ما بهدرش وبوفر فلوس. عندنا ايه تاني؟ الطبخ بمعيار. يعني ايه يا أميرة الطبخ بمعيار؟ يعني احنا في الغلا اللي احنا فيه ده، في ناس والله العظيم والله العظيم كمان مرة بتكتب لي ان اليومية بتاعتها 100 جنيه، و4 أفراد، وفي ناس 5 أفراد. هيعملوا ايه؟ بلاش تجيبي الرز بالبركة، يعني املي الطبق، نص الطبق، نص كيلو كيلو، واطبخي واعملي، وتلاقي بقى اطباق قد كده تترمي في الزبالة. لا، انا اعمل كوباية او اعمل سلطانية، اعمل طبق، اعمل اي حاجة انت تعايري بيها. مثلا احنا 4 أفراد، مثلا بناكل مثلا حوالي عن نص كيلو، اقل اكتر على حسب الاكل مش بقاش، وبالذات في الرز والمكرونه ما تهدريش. ده كله بيفرق معاكي، بيوفر معاكي وجبه تانية. خلاص، تبقى عدم الاهدار ايه في الاكل، وعمل معيار بالمعيار. ما يعني انا مثلا فردين، انا جايبه مثلا نص كيلو فاصوليا خضراء، نص كيلو بسله، وانا عارفه لو عملتها كلها في اليوم ده مش هناكلها، قدامي حل من الاتنين: يا اطبخها بالمره وكده كده تاخدي الغاز يعني تستهلك الغاز بالمره، عشان كده كده توفير في الغاز برضو. اطبخها وقبل ما اغرف للاكل اشيل منها في علبه بلاستيك في الفريزر، طبق، واسيب لينا طبق مثلا على قد الاكل بتاع اليوم ده، والباقي ادخله الفريزر مطبوخ. بعد يومين 3 4 يكون نسينا ان احنا كلنا بسله اصلا انزلها على شويه رز بشعريه، حته مخلل، بتنجانه مخلله، لو في لحمه تبقى خير وبركه، وايه كانك عامله الاكل جاهز، لسه عاملاه طازه. او تشيليها اللي هي نيه بقى، اللي هو بعد لما تفرفطيها البسله او ايا يكن الطبيخ اللي هتعمليه، فاصوليا ناشفه، لوبيا، بسله، بتاع ده، قول معايا قلقاس، اي حاجه، اي خضار انتي بتطبخيه، فبتشيلي منه وتحطي فين؟ على قد الطبخه، يا اما تشيليها مطبوخه، وده تبقى احسن توفير ليكي واسهل عليكي انتي بعد كده، يا اما تحطيها وتطبخيها في يوم تاني. خلاص، تبقى الاكل بالمعيار، بلاش البركه. احنا في زمن يعني ما فيهوش، لازم الواحد ايه يربط على نفسه شويه. طيب، عندنا ايه تاني؟ عمل اكلات موفره في الاسبوع. يعني انا مش شطاره مني ان انا كده تبقى انا ست ايه بعمل لولادي اللي ما يعملش كل يوم لحمه وسمك، كل يوم في لحمه وسمك، كل يوم نوع لحمه. طب ان شاء الله كده احنا هنخرب الميزانيه في اول اسبوعين في الشهر، وبعد الشهر نشحت، يعني قبل الشهر ما يخلص باسبوع ب10 ايام هنروح نستلف. طب اعمل ايه؟ اعمل كل يوم اعمل في الاسبوع اكلتين على الاقل موفرين. زي ايه مثلا؟ عدس، بصاره، كشري اصفر، مكرونه بالصلصه وجنبها بيض مسلوق. بلاش كل يوم لحوم واسماك، يعني السمك اخليه مره واحده في الاسبوع، مرتين لحوم كويس جدا، مش كل يوم. ويومين 3 كده نعملهم ايه؟ يوم اكل بواقي فوق التلاجة، يوم مثلا كشري اصفر، يوم كشري مصري، يوم مثلا عدس، يوم بصارة. الاكلات الشعبية اللي بتأكل وتشبع دي،
ويعني احنا ما شاء الله نسيناها خالص دي. ماشي، فده برضو هيوفر معاكم كتير جدا جدا. عندنا ايه تاني؟ مم. انا بكتب لان انا في حاجات بتبقى ايه فاكراها، وفي حاجات ايه بكتبها عشان مش انساها. زي ما قلنا برضو شراء البهارات شهريا. الشراء وقت نزول الاسعار زي ما قلنا الطماطم والبصل والكلام ده كله، فالحاجات دي كلها هتفرق معاكي. وعندنا برضو زي ما قلنا في الفيديوهات قبل كده الفضة، اي فضة معاكي انت بتنزلي السوق مش تشتري من اول بياع، بتسعري الفلوس الفضة اللي بتبقى باقية بين فرق الاسعار دي، بتاخديها تحطها في حصالة. عندك ايه تاني؟ اللبن. اللبن ما تشتريش اللبن اللي هو بتاع الشركات، هاتي من فلاح من في السوق او فلاحة. هاتي اللبن السائب برضو في محل الألبان، الكيلو مثلا مش عارفة 27 جنيه، 25 جنيه، حاجة زي كده. انت لو هتجيبيه كيلو مش بتبقى كيلو كامل 38 جنيه. شوفي انتي وفرتي قد ايه بقى في كيلو لبن. فاحنا يا بنات على قد ما نقدر عايزين نوفر. اللي عايزة تعمل لها هدف، اللي عايزة تعمل حاجة، اللي عايزة تنهض نفسها في الغلا ده، عشان يعني لما يجي علينا يوم كده تبقى احنا قده. خلاص، وان شاء الله يا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.